السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. النهاردة الفيديو هنتكلم فيه عن حاجات كتير. هنتكلم عن المصيبة بتاعت مغتربة في فرنسا وابو زياد، وهنتكلم على هدى وسعاد. بالنسبة لسعاد يا جماعة، في قنوات نقد كتيرة قوي 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 مطلعة كلام على سعاد مش حلو. ايه هو الكلام؟ ان هي واحدة مفيش في قلبها خشوع، ازاي راحت تعمل عمرة وتصور وتعمل وتخلي المفروض تبقى فاضية للتصوير للصلاة انا معاكم اوكي. الواحد لما بيروح المكان ده بيستخسر ينام، يعني الواحد بيستخسر انه يقيل شوية ويقول لا، اصحى واروح اصلي واعمل واخلي واسوي. ولكن دي ست بتعول بنتين، وبسم الله ما شاء الله عرايس، يعني مطلوب انها تشورهم من الالف للياء. الفيديوهات اللي هي كانت بتصورها مش معنى كده ان قلبها مش خاشع، مش معنى كده انها سايبه الدنيا باللي فيها وبايعه الدنيا باللي فيها، او مش حاسه بانها في الكعبه والمدينه المنوره. لا، هي بتصور عشان رزقها واكل عيشها. تمام. مفيش داعي بقى ان احنا نقعد نهري على الست الوحدانية اللي معهاش راجل، اللي هي بتشتغل عشان تأكل عيالها وتربي عيالها تربية كويسة، ونفضلوا نقولوا بقى يا اللي رحتي الكعبة وما حسيتيش بيها، ده انت ربنا طامس على عينك، ده انت مش عارفة قلتي ايه، ده انت خليتي ايه. مفيش داعي، مفيش داعي. طبعا رجعت بالسلامة الحمد لله رب العالمين، ودخل لها لافا وسليم وبعد كده موزة، وكانت جايبة لعب وحاجات وطلعتها للولاد وادتها لهم، وطلعت سبح بقى وطواقي والسواك اللي هو بتبقى حاجات هدايا يعني. والله اللي بيروح يعمل عمرة دلوقتي في ظل الغلا اللي احنا فيه ده، انا ما اظنش ان في داعي ان انا ارجع ابقى جايبه هدايا للناس كلها. يعني انت هتصرفي على اكلك وشربك هناك، ولا رحلتك، ولا الهدايا الفارغه اللي ملهاش اي لازمه؟ ويا ريت الناس بيعجبها الهدايا، يعني الناس بتاخد هديه اللي جاي من العمره ده وتبص له كده، اللي هي عارفين انتوا ايه، هو ده اللي هان عليك. تمام. ولكن هي حبت تفرح ولاد اخواتها وظبطت يعني الدنيا، ربنا معاها يا رب العالمين. كاتب كتاب هدى تم على خير الحمد لله رب العالمين، ولكني خايفة وعارفين قلقانة كده، وربنا يستر. ليه؟ لان هما الاتنين عقلهم صغير، الاتنين مش بتوع مسؤولية، والاتنين اسهل حاجة عندهم اسيبك تسيبني. اللي زعلني في كتب الكتاب، ان اللي فرحني الاول، خلينا في الفرح، ان محمد طبعا وضب البيت لوحده وظبط بيته وشقته، ان الناس كاتب الكتاب يبقى عنده. وكانت ياسمين موجودة، ولكن ما ظهرتش في يمكن الفيديو ده ما ظهرتش فيه، إلا بس ظهرت وهي بتشوف التلاجات والحاجات دي. سعاد طلعت وقفت على باب الشقة زي ما انتم شايفين، والناس طبعا أكيد فاهمين اللي فيها مترقبين لها، يعني دخلت سلمت وباست هدى وضيرت وشها، وغالبا مشت، او غالبا يعني ايه وقفت في حته بعيده، ولا سلمت على احمد ولا شفناها بتسلم عليه، طبعا عشان المشكله اللي هم فيها. حلو منك يا سعاد انك انت برضو الكبيره، انك انت ما سبتيش اختك الصغيره. ضايقني ان ياسمين، انا موجوده في كتب الكتاب، ولكن انت فين؟ ما تقعدي مع اختك، احضري كتب الكتاب ووري نفسك ليها. ولكن ربنا يكرمهم امين يا رب العالمين، ويتمم ليلتك على خير يا رب يا هدى. نيجي بقى ايه للزغلول الكبير. مين الزغلول الكبير؟ ابو زياد. ابو زياد كان بقاله 3 سنين من ساعة وفاة ام زياد، وهو كل يوم والتاني يعمل فيديو يعلق على عيلة المحشي، الحوارات، حمدي ووفاء. حمدي ووفاء عملوا فيديو كذا، يطلعوا على التيك توك يعلق عليهم، والقنوات وكلامه وتعليقه والحكاية والرواية والعفريت في الكوباية، والناس كانوا بدأوا يتعاطفوا معاه، وبدأوا يقولوا حرام عليك يا حاج جابر، الراجل عايز يشوف بنا عياله. والناس كلها، في ناس كتير كانوا بينتقدوه ويقولوا لك ايه، ابو زياد بيعمل كده عشان المشاهدات. عمل مصيبة هو ومغتربة في فرنسا، طلعوا منتدى ان هم ماسكين ورد وباصين لبعض وحبيكوا حبي والكلام ده، وبعد كده نزلوا بالفيديو بتاع اللي هم بيلتقوا فيه.
الفيديو يا جماعه كاني بتفرج، عارفين انتوا على فيلم كده ايه، فاتن حمامه وعمر الشريف، اللي هو احمد منى، عارفين انتوا ده صلاح ذو الفقار وشاديه. تمام. هو جاي من حته وهي جايه من حته، اولا في حد بيصورهم. من الاخر كده ده فيلم تمثيليه. انتوا عارفين ان هناء عندها يعني غريزه التمثيل جامده قوي عندها، بتحب تمثل كتير، بتحب تبين ان هي في تمثيل بقى وسكتشات وسيناريوهات والكلام ده كله. بس ما كنتش احب يا ابو زياد ان انت تخش في العنبوكه دي علشان ولادك. اولا انا مش ممانعه ان انت تتجوز، انا عن نفسي انا ماليش مانع ولا مش ممانع، انا ما بقولكش ان انت ما تتجوزش، لا اتجوز، ده حقك ان انت تتجوز وترتبط وكل حاجه، مفيش مشكله. بس ان انت تبين للناس وتبين لعيالك ان انت بتعمل كل ده برضو عشان تعلي من ريتش القناه عندك، بتصور مع مغتربه عشان قناتك تكبر، او هي بتصور معاك عشان قناتها برضو تكبر، مش حلو، مش حلو خالص. مش حلو قدام عيالك ان هم كده هيقعدوا، ممكن ساعتها جدهم يقول لهم مش قلت لكم، انا قلت لكم ابوكم اذا كان بي بيحرب على القناه او بيقول عايز عيالي وعايز مش عارف ايه، ابوكم عايزكم عشان الشهره فقط لا غير. زي ما هو كده ما بيقعد يتكلم وبيبني كلامه كله على عيله المحشي، وكل ما يعملوا فيديو صحاب عيالك هيبقى ايه رد فعلهم؟ يعني صحاب عيالك رد فعلهم ايه لما يلاقوك ان انت بتصور اي حاجة وعامل اي حاجة عشان تكبر قناتك والدنيا تمشي؟ فيديو وحش جدا. انا في خيالي ان هناء عمرها ما هتتجوز ابو زياد، مش هتعيد الموضوع تاني، مش هتعيد الحوار تاني. ده يمكن استاذ رضا كان بيشتغل شوية في فرنسا وكان وكان في فرنسا اصلا، فقاعد هناك بيشتغل او كده، فانت اتجوزتيه، لكن ده بقى هتاخديه وتوديه لفرنسا وتعيدي تاني وتدفع وتصرف؟ ما اظنش، لان ابو زياد طبعا الدنيا عنده بلاطة. فهو الموضوع مش موضوع جواز يا جماعة، هو موضوع ان انا ايه بعلي الريتش بتاعي إيه للقناتين. فزي ما صورت مع سارة ومحمد صحاب قناة كريزي فاميلي وخدت المحتوى تقييم المطاعم والكلام ده، هو بس انا بعمل اي حاجه عشان الدولارات، لان هو في اثناء الفيديو قال لها انت اختي الصغيره، قالت له انا مش اختك، واللي هو يعني عايزه تقول له انت هتبهدل الدنيا، قال لها يا عالم اللي جاي فيه ايه، فصلح الدنيا. فطبعا انتظروا بقى، عارفين حنفيه فيديوهات الحب الحب، الشوق الشوق، المشتاق مشتاق، وبلوبيف بلوبيف. انتظروا البلوبيف القادم ان شاء الله باذن الله، كلنا هناكل بلوبيف، كلنا، محدش مش هياكل بلوبوفايه. انتظروا الحب المنقط اللي هينقطنا ان شاء الله باذن الله، ونشوف اخره التمثيليات ديت ايه، ورانا ايه غير ان احنا نتفرج، ادينا قاعدين لابسين لبس الشغل ومستعدين نشوف بقى فيديو الحب الخطوبه، سيبنا بعض، جالي مش عارف فين، الله المستعان، ربنا يعيننا جميعا. ما تنسوش تعملوا لايك، ويلا سلام عليكم.